عبود محمد رئيس جمعيه وطنيه لمربي دجاج اللحم. التواجد ديالنا اليوم مع الاخوان ديالنا في جهه سوس مسا هو يعني المشاكل اللي كنتكبدوها كاملين بينا كمربيين في غياب التواصل مع الوزاره الوصيه اللي هي المسؤوله بدرجه اولى. وفي التقرير الاخير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي حمل المسؤوليه يعني المسؤولين في ضعف المراقبه اللي كنا كنستنكروها هذه سنين. واليوم حنا القانون صنفنا في الخانه ديال الفلاحه، واليوم كنطلبوا من الجهات المسؤوله ما هي الطريقه اللي يمكن غيتعاملوا معنا فيها. حنا اليوم تكبدنا خسائر، مربي تكبد خسائر كبيره، عنده ديون، عنده اكراهات. اليوم كيطلب الجدوله ديال الديون ديالو، كيطلب السماح في الفوائد المرتفعه لانه كان يعتبر في التجاره اليوم فلاح. وما كرهناش ان تحيد الطيبيه يعني القيمه المضافه على مقتنيات المربي. حضور اليوم حضور الجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك باكادير الكبير في واحد اللقاء اللي نظمته الفيدراليه البيئيه المهنيه لدجاج اللحم. هذا اللقاء هذا اللي كان تدخل ديال الجمعيه المغربيه حول بعض التعسفات اللي تضعف هذا الفيدراليه البيئيه المهنيه، ونظرا اولا لان الجمعيه توصلت تنعرفوا بان هذا واحد شهر ولا شهرين هذو الغلاء ديال الدجاج اللي وصل واحد 22 درهم 23 درهم 20 درهم. وعرفنا الاسباب اشنا هي في هذه الجمعيه، في كون ان كانت هناك نفوق ديال الطيور ديال الدجاج، واولا وثانيا كانت ان الاعلاف كانت فاسده، لان هذا السبب ديالها هو الاعلاف اللي كانت فاسده اللي تعطت لها الطيور ديال الدجاج وتم النفوق ديالها. ثانيا ان عرفت هاد الفتره الاخيره اللي كان هو بعد التسويق اللي كان العرض اقل من الطلب، بسبب عرفنا رجعنا للاسباب اللي هو تدخل ديال السماسره وديال الوسطاء اللي فين ما مشينا في جميع القطاعات تنصبوا هاد السماسره وهاد الوسطاء اللي تيسيطروا على السوق. وبفضل واحد السياسه اللي انتهجوها دابا هاد مربي الدجاج، اصبح الان رغم ان هذا مربي الدجاج تيعاني بزاف، فدابا راه الدجاج تيدير دابا لحم الدجاج تنسميوه بلحم الدجاج. هذه الفيدراليه اسمها الفيدراليه البيئيه المهنيه دجاج اللحم، هكذا الاسم ديالها. وتنعرفوا بانه هاد السياسه اللي اتخذت دابا جعلت ان مربي الدجاج تنتعشوا واحد شويه. راه الوسطاء راه حيت نقولوا مربي الدجاج تيخرج الدجاج ديالو ب 13 درهم وتوصل للسوق ب 20 درهم. كيف يعقل انه ب 13 وتتباع ب 20 درهم؟ هنا فين كاين مربط الفرس. هنا كان التدخل ديال جمعيه حمايه المستهلك والاستشراف ديالنا حول غلاء هذه الماده هذه اللي غتعرف دابا واحد النقص، وغتعرف الثمن ديالها غادي ينزل 13 درهم، رغم ان المربي ديال الدجاج تيتشكى تيقول انا تنبيع ب 13 ولكن طايح عليه الدجاج ب 14 درهم في الضيعه. وتنتمنى باش هذه الفيدراليه هذه تتابع وباش يتكتلوا باش تكون ديك السيطره داك الغول الكبير اللي تيسيطر على الفيدراليه. لان الفيدراليه هي غير تشري. اولا كاين اللي تيسيطر على ان تيبيع الاعلاف، كاين واحد ديك الفيدراليه الكبيره اللي تتبيع لهم الاعلاف، تتبيع لهم الفركوس، تتبيع لهم المواد البيطريه. وفي الاخر انها مني تتبيع لهم كاع هادشي انها تتحاول باش تهرسهم في السوق. وهذا اللي حنا كجمعيه ديال حمايه المستهلك اللي حاولنا باش ندخلوا باش نحبسوا هذه السيطره ديال هاد الجمعيات اللي وهاد الوساطه وهاد المحتكرين. الله تعالى وبركاته. الاسم افرياض محمد، مربي دجاج اللحم بعمله شتوكا ايتباها. اليوم كنحضروا هذا اللقاء التواصلي هذا اللي نظمته الجمعيه الوطنيه لمربي دجاج اللحم AMPC لتدارس بعض المشاكل والاكراهات اللي كيعيشها القطاع، ومنها غلاء الاعلاف، منها غلاء الكتاكيت، منها غلاء المحروقات هذه. الا كتشوفوا في هذه الاسابيع الاخيره كان الدجاج وصل حتى ل 17 درهم، ولكن اليوم انتم ما كتشوفوا راه ما تعداش 13 درهم ونص في
جميع ربوع المملكه. مع العلم انه الدجاج هذا كيتقام علينا على المربي دابا كيتقام عليه ب 15 درهم و15 حتى ل 16 درهم، اذا كيخسر واحد المعدل ديال 3 دراهم ونص حتى ل 4 دراهم في الكيلوغرام كيخسرها المربي دابا من عنده من جيبو. والمشكل اللي عندنا في سميتو هو الاحتكار ديال بعض اللوبيات لهذا القطاع هذا، منه كما كنقولوا الاعلاف الزيادات المتتاليه ديالها اللي وصلت حتى 70% تقريبا. كان العلف في 2021 اواخر حتى الاواخر ديال 2021 كان الاعلاف المركبه ما كتجاوز 3 دراهم و70، ولكن اليوم راه كتفوت 5 دراهم و60 اللي كتفوت. اذا التكلفه ولات واحد 15 درهم ونص حتى ل 16 درهم اللي وصلت التكلفه ديالنا اليوم. ومن هذا المنبر هذا كنوجه رساله للمسؤولين انهم يشوفوا من حال هذا المربي الصغير والمربي المتوسط، لاننا حتى حنا تصنفنا كفلاحه، ولما لا يكون عندنا واحد الدعم تاعنا اللي عطى سيدنا الفلاحه الاخرين اللي هما مربي الماعز ومربي الابقار ومربي الجمال، تعطاهم الدعم عن طريق الشعير المدعم. وحتى حنا كفلاحه تكون عندنا واحد الدعم باش التكلفه ديال الانتاج تهبط شويه ويكون كما كنقولوا رابح، ماشي انه شركه الاعلاف كتربح وشركه المفاقيس كتلبح سميتو شركه الادويه حتى هي كتربح، الا انه كتلقى المربي الصغير والمتوسط كيخسر، لدرجه ان اليوم قلت لك ما كتجاوز 8 كيلوغرام ديال الدجاج اللحم في الضيعه ما كيتجاوز 13 درهم ونص، رغم انه مقيوم ب 16 درهم. اذا كتلقى واحد المعدل ديال 3 دراهم ونص كيخسرها الفلاح اليوم من جيبو. اذا الى خسر هذا الفلاح هذا اليوم غدا بعد غدا راه ما يقدرش يعمر وغادي يتوقف عن النشاط ديالو. وكما كنقولوا من هنا في رمضان ان شاء الله راه غادي تكون الاثمنه مستقره ان شاء الله، حيث ما كيكونوش العراسات، ما كاينينش شطيلات، ما كاينينش المقاهي، اذا كينزل الطلب ديال الدجاج. وكنظن انا راه غادي يكون العرض مع الطلب متساوي تقريبا، ما غاديش يفوت هذيك 15 درهم 16 درهم في الحوانت ان شاء الله. ولكن مورا رمضان راه يقدر تكون واحد التذبذب عاوتاني ديال هذه الاثمنه هذه، حيت كما كنقولوا الاعلاف غلات والفلوس غلا والمصاريف كثرات وما كاين لا دعم لا والو. كاين لوبيات كيلعبوا بالسوق بكيف بغاو هما، فلوس كيتبع نوار، العلف كيتبع نوار. البيض الا بغى يخرجوه لبرا كيخرجوه وما يعطوش المربي في هذيك الوقت الفلوس ان كيربيوه هما باش يستغلوا عاود ثاني السوق ب 17 درهم و 18 درهم. وإلا كاين الفائض ديال البيض كيف يبيعوه المربي باش هما رابحين، باعوه لبرا رابحين، خلوه رابحين. ان علاش الفلوس طايح عليهم ب2 دراهم كيبيعوه ب5 دراهم 6 دراهم، والمربي كيطيح عليه ب 15 درهم كيبيعوا ب 13 وب 12 وب 14. يعني شكون الضحيه؟ المربي. وين فين هي الجهه المسؤوله اللي على هذا القطاع؟ وهذا القطاع حيوي، هز واحد العدد ديال الدروش، واحد العدد ديال المجتمع المدني ضعيف، ان اللي ما عندوش كيمشي يشري 5 درهم ديال اللحم ولا 10 درهم وكيعشي ولادو، ماشي يمشي عند 70 درهم و75 درهم من اللحم. دابا حنا كنطالبوا من الجهه المسؤوله وزاره الفلاحه تشوف هذا القطاع، ان هاد المربيين راه مشاو لهويه، راه قلت الجوده في الفلوس وفي العلف وتنظيم المهنه. الفلوس كيكون كثير على السوق. هو اليوم المازوت ب 14 درهم اصبح مزيود بواحد بدرهم او 2 دراهم، والدجاج طايح ب2 دراهم. كيفاش غنحسبوا حنا هذا الدجاج هذا؟ على من بينا نحسبوا؟ واش على المازوت ولا على الموجود ولا على المرضى ولا علاش؟ دابا حنا بينا نعرفوا هذا الدجاج علاش كيتزاد وكيتنقص. علاش؟ ان كنطالبوا من الجهات المسؤوله توقف على هذا القطاع وتعرف الديفو منين كيجي. واش يعني كثرت التربيه؟ واش لوبيات كيتلعبوا بالسوق؟ واش عدم الجوده في الفلوس وفي العلف؟
حنا كنطالبوا من الجهات المسؤوله توقف على هذا القطاع. والسلام عليكم ورحمه الله.